واش عمرك تخيلتي كاين في البحر واحد الكائن كيصيد بلا ما يتحرك بزاف وكيستعمل طعم فوق راسو بحال الصنارة؟ هاد الكائن سميتو سمك أبو الشص، من أضخم وأغرب الحوت اللي كاينين في البحر. عنده راس كبير ومسطح وفم واسع بزاف، ملي كيتحل كيبان بحال باب ديال شي كهف مظلم. ولكن السر الكبير ماشي غير في الشكل ديالو، السر كاين فوق راسو. كاينه واحد الزائده خارجه من مقدمه الراس بحال خيط صغير، وفي النهايه ديالو كاين واحد الطعم كيضوي شويه. هاد الطعم كيتحرك بحال شي كائن صغير وكيغري الحوت الصغير يقرب. والصدمه، هاد الحوت ما كيجريش على الفريسه، كيخليها هي اللي تجي حتى لعندو بوحدها. ملي كتقرب الفريسه كيحل فمو بسرعه خياليه، وفي ثانيه وحده كتختفي بحال التبلعات من الظلام. سبحان الله، حتى في البحر المظلم كاين نظام دقيق للصيد والبقاء. سمك أبو الشص ماشي قوي في السرعة، ولكن ذكي في الحيلة. كيستعمل الضوء في العمق ديال البحر مظلم باش يخدع الضحية ديالو. وهاد الشي كامل ماشي صدفة، راه تصميم دقيق كيخلي هاد الكائن يعيش في ظروف صعيبة بزاف. ومن أغرب الحوايج أنه كيتأقلم مع الضغط الكبير والظلام، فين حتى الضوء ما كيوصلش. ولكن رغم هاد الظلام كيخلق الضوء ديالو بنفسه. ودابا ملي تسمع على سمك أبو الشص، فكر مزيان، واش هاد الشي كامل جاب الصدفة ولا راه معجزة ربانية مخبية في عمق البحر؟